الهدف، لكن يبدو هناك حماس من قبل الجمهور المغربي وأراد هدف، لكن شاءت الظروف أن ينتهي هذا اللقاء حتى الآن بين المغرب وكرواتيا. حقيقة البدع حتى الجماهير الجزائرية حاضرة والأعلام العربية حاضرة لمؤازرة منتخب المغرب، وحدة عربية كبيرة حاضرة في الدوحة لمؤازرة المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر 2022. استاد البيت حتى الآن يشهد للجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. مشاهدينا الأعزاء، في هذا اللقاء كان اللقاء حذر من كلا الطرفين، كابتن يوسف شيبو من المغرب من كرواتيا، لكن اللحظات الأخيرة كانت حساسة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. صحيح، آخر 5 دقائق كان ممكن كرواتيا تسجل، لكن تدخل جيد لحارس بون، وهذا هو قيمة حارس بون، دائما موجود في الأوقات الصعبة ويعطي دائما ثقة للاعبين المدافعين. المشكل دائما شاهدنا أنه والغالب عليه أكثر شيء الجانب التكتيكي. نتكلم عن المنتخبين تكتيكيا، المنتخب المغربي يدافع بشكل جيد، منتشر بشكل جيد، لكن المشكلة هي في التحولات. دائما عندما نستلم الكرة أو نستخلص الكرة ليست هناك سرعة، المفروض تلعب على سرعة، خصوصا كما قلنا في ظاهري المدافعين على الأطراف. ما شاهدنا زياش ولا حتى بالنسبة لبوفال، عليهم أن يكونوا أكثر خطورة وأكثر سرعة في عملية فرق كبيرة. تحدثنا عن الأطراف بين نقطة قوة للمنتخب المغربي، قوة، لكن حتى المدرب الآخر يعرف قوة المغرب، بالتالي هناك تغطية، هناك لاعبين تشوف حتى المدافعين. منتخب كرواتيا لا يصعدان بشكل باستمرار لأنهم عارفين قوة المغرب هي على الأطراف. المفروض أكثر قوة في العمليات كما قلت، ويلعب بدفاع متأخر منتخب كرواتيا. نعم، لا متقدم بعد شوي بعدين يتأخر، لكن المشكلة كانت قامت القدسية في التوت الأخير، ليس هناك سرعة. شوف دائما معزول، المفروض وناحي وناجم يكونوا عندهم اكثر مسانده للاعب النصيري. نفس الشيء بالنسبه لزياش، يدخل عمق الملعب، انه دائما على الخط، بعض الاحيان لازم يدخل عمق الملعب، يخلي الجهه اليمنى لحكيمي، يبقى قريب اكثر من النصيري يبقى معزول. وشيء اخر هو تضييع الكرات، نحن نضيع كرات كثير في وسط الملعب، يجب كما قلت لا نضيع الكرات ونحاول ما امكن نهاجم بسرعه كذلك في الخط الثلث الاخير. الاعتماد على أوناهي وأملاح في خط الوسط لم يكونوا حاضرين على قدر المستوى، على قدر المباراة الأولى. تحدث في عملية نقطة التحول كانت بطيئة للغاية بالنسبة للمنتخب المغربي. هم ملتزمين قوي بالأدوار الدفاعية يا عزيز، وده مطلوب لأن قوة المنتخب الكرواتي في وسط الملعب، فالاثنين لازم يكونوا قدام مرابط، فملتزمين قوي من الناحية الدفاعية. إنما الناحية الهجومية مين اللي هيعمل لنا الشكل الهجومي؟ واحد فيهم لازم يساند الثلاثة اللي قدام، بجانب ان بوفال ما عجبنيش تحركاته، لازم يتحرك ورا النصير، هو واخد الخط، لا في كرات بعد الكرات لازم تقطع وراه، لازم تقطع في العمق عشان يبقى في شاهدنا زياش اكثر في اختراقات. ما هو زياش واخد الخط ويخش بالعمق ويلعب الكره العرضيه. مين اللي هيقابل الناحيه العكسيه؟ بوفال. المفروض بوفال يتحرك ورا النصير المهاجم، ده الشكل اللي لازم يبقى شكل فعال بالنسبه له. انما الناحيه التكتيكيه مميزه، مرابط مميز، عامل توازن كبير في منصه الملعب. مودريتش، انا مش عارف مودريتش عنده 35 سنه ولا عنده 15 سنه. انا بتفرج على في الملعب، راح كل حته في الملعب، راح كل حته في الملعب. مودريتش كل حته في الملعب ما شاء الله عليه، 35 سنه، جري اكتر واحد. فالنهارده قريبين منه، انما كل ما بيظهر الكره بتروح له بيظهر خطوره المنتخب الكرواتي، فلازم حد يقرب منه. في التزام تكتيكي من وسط الملعب، انما لازم كل ما يستلم حد يقرب منه، لانه ذكي وبيتمرر كويس وبيساند كويس، بيختار المناطق اللي دايما ورا حوالين منطقه الجزاء، وحذاري قوي من الكرات اللي دايما اللي بتبقى في نص الملعب بنفقدها، لانها بتبقى خطر في عمليه التحولات. وما عجبنيش اخر 5 دقائق، لان فقد التركيز المنتخب المغربي، كرات طويله تتقطع بسرعه تيجي علينا خطر. فاعتقد ان الحاجات دي لازم حاجات وليد يتكلم بيها بين الشوطين، انما انا احساسي انه هو كان عاوز يخرج الشوط ده بهذا الصوره. فاعتقد انه لازم الشوط الثاني يبقى فيه تحسن من الناحيه الهجوميه، حد يساند في وسط الملعب مع تحركات بوفال ورا النصيري في العمق. شاهدنا حذر، لربما المنتخب الكرواتي كان حذر، لربما أيضا هناك تعليمات من زلاتكو بأن حذاري من هذا المنتخب. السيناريو الذي حدث لمنتخب الأرجنتين من الممكن أن يتكرر لأي منتخب كان، حتى ولو كان وصيف للعالم في كأس العالم الماضي.
أعتقد بأننا في الشوط الأول نحن شاهدنا صفات كلا الفريقين. رأينا المنتخب الكرواتي يمرر ويعتمد على بروزوفيتش ومودريتش، بحثوا عن المساحات واستطاعوا أيضا الحفاظ على الكرة، وفي نفس الوقت حاولوا أن يحرزوا أهدافا. من الناحية الأخرى فإن المغرب ضغط عاليا، وعندما كانوا يخسرون الكرة كانوا يضغطون على حامل الكرة بشكل جيد، بحثوا أيضا عن اللعب بكثافة وصنعوا بعض الفرص، واستطاع المنتخب الكرواتي الخروج